السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان الدراري اللي كيشوفوا هذه القناه لاول مره يدعمونا بالزر ديال الاشتراك، خصوصا وانا مول القهوه وكنحاول انني ندير انا صناعه المحتوى ونهضر على المنتخب الوطني المغربي ونهضر على الكره، لان الشغف ديالي وعزيز بغيت نبارطاجي معكم هذا الشيء هذا. نبقى نهضر معكم، ندير انا واحد الاصدقاء جداد عندي في اليوتيوب، وان شاء الله نبقاو نهضروا دائما على المنتخب الوطني ونهضروا على الرياضه الوطنيه. اذا الدراري ما تبخلوش علينا، الله يحفظكم بواحد الاشتراك في القناه وتشجعونا بواحد اللايك، والله يحفظكم ليا وندخلوا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي الكرام داخل المغرب وخارج المغرب. إذن اليوم الماتش إن شاء الله ديال المنتخب الوطني المغربي الأولمبي اللي غادي يلعب ضد المنتخب الأوكراني. وقبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، واحد الشكر خاص للجمهور المغربي. الجمهور المغربي سبحان الله العظيم، وشكر خاص قسما بالله. الجمهور المغربي جمهور ذواق ديال الكره عالميا، والجماهير اللي خصوصا اللي كتحضر واللي تكرفص في السفر وفي التماره وتسنى البيي ومسائل وماكله وجوع وعطش مساكن باش يتفرجوا في المنتخب الوطني المغربي، واللي هما مع المنتخب الوطني المغربي فين ما مشى. اذا دعم لا مشروط من الجماهير المغربيه عاشقه كرة القدم المنتخب الوطني والمنتخب ديالنا. الله يحفظكم والله يسهل عليكم الدنيا واخره. مشرفين بينا فين ما مشيتوا، سبحان الله العظيم. كوت ديفوار، قطر، فرنسا، المغرب، وغنتسناو بفارغ الصبر ان شاء الله كأس افريقيا وكأس العالم اللي غيكونوا في المغرب ان شاء الله، اللي انا متاكد وثيق فيكم مليار في المية انكم غتكونوا قد الفم قد دراع، وانكم غتبينوا للعالم كامل انكم شعب مضياف وشعب، والعالم كامل راه عرف اصلا. غير غنزيدوا واحد، حنا كنمشيو عندهم حنا ضيوف وكنتعاملوا مزيان لا معاهم، وكنتعاملوا ما فيه كاين الشغاب، ما كاينش المشاكل، ما كنهضروش على هذه الحاله هذه ديال اللي دخلوا الجمهور اللي دخل التيران. كنتمنوا ان ما تبقاش تعاود، ولكن راه غير كيأثروا على المنتخب الوطني وعلى السمعه ديال الجمهور المغربي في العالم، خصوصا ان الجمهور المغربي عنده واحد السمعه طيبه وكل شيء كيحترمه وكل شيء كيبغيه. المهم المنتخب المغربي ان شاء الله، الجمهور المغربي ان شاء الله، حنا كنمشيو ضياف عند الناس لبلاداتهم وكنتعاملوا معاهم مزيان وكنحترموهم، والمنتخب المغربي والشعب المغربي والجمهور المغربي كيعطي للعالم درس في الاخلاق، وكيعطي للعالم درس في التشجيع ديال المنتخب الوطني في جميع بقاع العالم. اذا ما بالك من الناس غادي يجيو عندنا والجمهور غيجي عندنا لبلادنا. شوفوا، تسناو كأس افريقيا عالميه بنكهه مغربيه خالصه، وغيزيد يبان للعالم كامل طيبوبه ديال الجمهور المغربي وديال الشعب المغربي مني غادي يجيو. البارح تلاقيت مع واحد السويسريه جات عندنا، انا كندير واحد مشروع ديال قهوه متنقل في النواحي ديال اسفي. البارح جات واحد السويسريه عندي هنايا وبقيت مجمع انا وياها، وقالت لي والله الا واحد السويسري قال لها خاف عليها انها تجي تزور المغرب، قال لها لا، وقالت لي ولكن شوف، قالت لي قسما بالله الشعب المغربي شعب مضياف، الشعب المغربي كيبقى احسن شعب في العالم. اذا شكرا للجمهور المغربي على هاد اللوحات الزوينه اللي كتعطيو العالم في المدرجات الفرنسيه وفي المدرجات العالميه، وشكرا على الصوره الزوينه اللي كتعطونا في العالم كامل. بالعالم كامل كيولي كيعرف المغرب، وانتم راهما الصوره ديال العالم، الصوره ديال المغرب. انتم سفراء، كل مغربي فينا راه سفير ديال المملكه المغربيه في جميع بقاع العالم. اذا الله يحفظكم والله يعطيكم الصحه، وبلا ما نطولوا في هذا الموضوع ندخلوا في الموضوع. اذا عوده ديال 3 لاعبين اللي كانوا مصابين. المنتخب الوطني المغربي خاف ان، وصراحه بلا الخنوس
واسامه، خصوصا بلال الخنوس واسامه العزوزي واخو ماش كانت عندهم واحد الاصابات، ما قدروش يكملوا المقابله ديال الارجنتين، وشناهم لعبوا بهذيك القتاليه وانهم ما قدروش يكملوا المقابله. علاش ما قدروش يكملوا المقابله؟ حيت هما اصلا ما وجدوش بدنيا مع المنتخب المغربي، وجاو معطلين المعسكر المغربي. كانت مخاوف انهم ما يرجعوش في هذا، ما غيرجعوش وما غيديروش الريكيبيراسيون المقابله ديال اوكرانيا، خصوصا هي غتكون واحد المقابله كبيره. والسكيتيوي قال ان المقابله ديال اوكرانيا غتكون صعب من ديال الارجنتين. علاش؟ حيت المنتخب ديال اوكرانيا تغلب مع العراق وخاصو يخرج، هي سيف ذو حدين. المنتخب الاوكراني تغلب ضد المنتخب العراقي، والمنتخب المغربي عارفينه احنا قوي هجوميا. اذا المنتخب الاوكراني مني غادي يخرج يبغي يلعب معنا الكره، غادي يفتح لينا، غيدير علينا واحد الضغط، وغيبغي انه يسبق البيت، وغيبغي انه يغلب المنتخب المغربي ويفرض السيطره ديالو على المقابله. ولكن هذه غتكون في الصالح ديال المنتخب المغربي الا كان عندنا واحد الريفلكس، وكان عندنا واحد نديروا واحد المرتدات تكون مزيانه، واننا ما نضيعوش الفرص، ومن انصاف الفرص خاصنا نماركيو البيت ونقتلوا المقابله. اذا كي قلنا هذه المقابله هذه غتكون صعيبه وواعره بزاف ضد المنتخب الاوكراني، حيت المنتخب الاوكراني كي قلنا جا من هزيمه ضد المنتخب العراقي، وغادي يبغي انه يعاود يبقى في المنافسه، ويبغي انه يربح هذه المقابله والمنتخب، ويبغي يربح المنتخب الوطني، وراه موجد ليه مزيان. خصوصا ان المنتخب الوطني دابا جميع الفرق ولات كتوجد ليه، وان جميع الفرق ولات خايفه منه وما عارفاش، وكتلعب معاه بالحرقيه، ما كتكونش مرخيه مع المنتخب الوطني. اذا راه خايفين من المنتخب الوطني وغادي يلعبوا مزيان وغيزيروا اللعب مع المنتخب كي قلنا، وغيخرجوا انهم يبغيو يماركيو، وغيخلوا فراغات في الخلف ديال المدافعين. خاص المنتخب الوطني يستغل هاد القضيه هذه ويقتل المقابله في الشوط الاول ان شاء الله. اذا كي قلنا راه ثلاثه اللاعبين بلال الخنوس، اخو ماش واسامه العزوزي، راهم ان شاء الله راجعين من الاصابه، والطاقم الطبي عطى التصريح ديالو باش يشاركوا في المقابله. وراه جراو تدريب مع الفرقه في الحصه التدريبيه اللي كانت البارح قبل هذا الماتش اللي غادي يكون اليوم ان شاء الله. نجيو دابا ان شاء الله للتصريح ديال طارق السكيتيوي اللي البارح قال ان المنتخب الاوكراني راه جاي موجد المنتخب الوطني المغربي، وانه غيلعبوا، انه قال للعابه بالله شوفوا راه غادي نلعبوا بالطريقه اللي لعبنا، بنفس الطريقه اللي لعبنا ضد المنتخب الارجنتيني، بنفس الجرينطاق، بنفس العزيمه ان شاء الله. وقال لهم راه شوف المقابله راه ما غادي تكونش سهله ضد المنتخب الاوكراني، خصوصا كي قلنا ان المنتخب الاوكراني جا مغلوب من المنتخب العراقي. وان شاء الله المنتخب المغربي غادي ينجح في هذه المقابله هذه، وان شاء الله غادي يجيب 3 بوين مع المنتخب الاوكراني. نجيو دابا الحكم الهندوريسي، حكم اللي غيجمع، اللي غيدير المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الهندوريسي والمنتخب الاوكراني، هو حكم هندوريسي. كنتمناو ان المنتخب هذا الحكم هذا ما يكونش كهذا الحكم السويدي ادوات الحرام هذا اللي جا تعدى علينا، علق ليهم 6 صفرات. وجات دابا واحد القانون جديد في الاولمبيات ان الصفرات هادو غيبقاو حتى النهايه، حتى النصف النهايه عاد غيتحيدوا هاد الصفرات. اذا كنتمناو هاد اللاعبين، هذا الطريق السكيتي، ويكون هضر مع اللعابه، ويكون ان شاء الله يقول للعابه ان ما يمشوش يهضروا مع الحكم، ويخلوا الكابيتان هو اللي يهضر مع الحكم. خصوصا هذا ولا قانون جديد توا في الاولمبيات، ممنوع على اي لاعب انه يهضر مع الحكم الا الكابيتان بوحدو اللي عنده الحق يمشي يهضر مع الحكم. اذا الله يجازيكم بخير اللعابه، كنتمناو انهم ما يديروش هذا الغلط، وان كل لاعب عندنا راه غالي على المنتخب الوطني المغربي. اذا جات النهايه ديال المقابله ديال هذا الفيديو هذا، وكنتمنى ان الدراري يدعمونا بواحد الاشتراك في القناه، وبواحد الكومنتير، وبواحد جيم. الله يحفظكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.